بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب يسر ولا تعسر يا رب. يا رب. بسم الله. هنتكلم النهاردة عن رؤية التمساح في المنام للرجل وللمرأة وللعزباء، ولكن هنتكلم على الرموز العامة أو اللي هي الرموز القوية هكذا يعني. ولكن طبعا عشان متابعين قناتي او اللي هيشترك في قناتي، كل حلم ليه تفسير خاص حسب حالة الرأي، ولكن انا بقول اللي هي الرموز الشائعة يعني اللهم صل وسلم على الدلالات العامة مثلا او الاحلام العامة للتمساح. يعني التمساح احيانا بيرمز، يعني بيتمثل للشخص القوي والمخادع، اللي هو يعني انت ما تأمنوش، يعني ما تأمنش ليه. احيانا بيتمثل في صديق خائن او منافس شرس. دي احيانا بي يعني دي رمز من الرموز العامة يعني. واحيانا بيتمثل في الشرطة، يعني ممكن قد يشير بعض الرؤى الى رجل سلطة. يعني أحيانا رؤية التمساح بتشير إلى رجل في السلطة، ولكن رجل يعني اللي هو زي اللي بياخد إتاوة وهكذا يعني. والرؤيات في برضه الرؤية عامة، زي مثلا إذا رأيته في المنزل مثلا، اللي هو رؤيته في البيت قد تدل على دخول اللصوص أو التعرض لأزمة مالية. يعني إذا رأيت التمساح في المنزل فربما يعني إن دي تنبيه ليك إن أنت هتتعرض لأزمة مالية. دي كانت تفسيرات عامة. نفسر بقى بعض الرؤى بتاعت التمساح للرجل. يعني إذا رأيت التمساح في مكان عملك فده بيرمز إن في منافس ليك غير شريف مثلا، يعني منافس، يعني منافس مش كويس، يعني غير شرعي، يعني بيحاول يعني يعمل لك ضرر في مهنتك أو بيدبر ليك مكائد. دوت إذا الرجل شاف التمساح في العمل. واذا رأيت انك انت بتهرب من التمساح بقى، او التمساح كان بيهاجمك وانت اتخلصت منه، فربما دوت للراجل بيكون تخلص من ازمة مالية، او كنت انت مخنوق من شيء معين، او ربنا هيكشف لك خديعة صديق مقرب ليك، ان انت كان في صديق يعني عامل ان هو حبيبك جدا، وفي الاخر خالص هيطلع ان هو يعني كان خاين ومش تمام. وحاجة تانية برضو يعني للرجل، إذا لو أنت حلمت إن أنت بتقتله أو بتصطاده التمساح يعني، فده انتصار ساحق لك على عدو. فده انتصار كبير جدا جدا، وربنا يرزقك ويكون يعني في بعض الأحيان برضو بيدل على الحصول على رزق أو مكاسب مادية بعد تعب، إذا رأيت إنك أنت بتقتله أو بتصطاده التمساح. وهنا برضو في رؤية الرجل عضة التمساح دي، يعني ربما بتكون بتشير إلى التعرض لخسارة مالية كبيرة أو للإصابة بمرض. يعني إذا الرجل عضه تمساح، فربما بتكون بتشير إلى التعرض لخسارة مالية أو إصابة بمرض، وبتاخد فترة عشان تشفى منها لقوة التمساح أو لقوة الفك بتاع التمساح. فعشان كده بقولك ممكن تقعد فترة علشان تشفى من العضة دي. طيب التمساح بقى المتزوجة، التمساح اللي هادي، يعني لو انت شفت تمساح هادي في البيت، فده وجود شخص قريب منكم، يعني حد قريب منك بيحسد العيلة وبيسعى لإثارة المشاكل بينكم. يعني بيسعى يعني لمشاكل العيلة، يعني بيسعى للمشاكل بينك وبين زوجك لو لقيت تمساح في البيت، ولكن تمساح هادي. عشان هو التمساح برضو مكار، ممكن يخدعك ويحسسك ان هو هادي ومش شيء، ولكن في لحظة بيغدر وبيخون يعني. وعند هنا برضو للمرأة المتزوجة هجوم التمساح دي معناها لو شفتها في الحلم ان انت بتواجه خلافات زوجية حادة، يعني خلافات زوجية قوية جدا، او بتمر بفترة من الضغوطات النفسية والمسؤوليات الثقيلة، يعني ان الدنيا مثقلة عليك في المنزل وعندك مسؤوليات وضغط وهكذا يعني. ولو انت كنت لو الواحدة الست رأت تمساح وربنا كرمها واتنجت منه، فده ان شاء الله يعني دليل على ان انت تتخلصي من شيء باذن الله تعالى. واذا رايت تمساح بيهاجم اولادك واولادك اتنجوا منه او راحوا منه، يعني فده زوال خطر او مرض كان هيهدد احد افراد اسرتك يعني، او تحسن احوالهم اذا كانوا بيدرسوا او هكذا يعني، او انت كنت قلقة عليهم. واذا رأت المرأة المتزوجة التمساح الميت، فده ربما اكتشاف امرأة مخادعة. يعني انت لو شفت تمساح ميت ايا كان في المنزل او خارج المنزل، فده ربما انت هتكتشفي ان كان في امرأة جنبك عاملة صديقتك وهكذا، ولكن هي مخادعة.
كانت تظهر المحبة لك، ولكن هي في الأصل ما كانتش يعني ما كانتش بتطيق خالص يعني. وللعزباء يعني لها رموز كتير جدا. يعني مثلا ملاحقة المخاوف والقلق لها بشأن مستقبلها، يعني إذا شافته بيلاحقها يعني بيجري وراها. و... وتحذير من شاب بيقترب إليها. يعني التمساح للعزباء أنا شايف معظمه مخاطر ليها، فربما عليها الحذر منه. وأتمنى الفيديو يكون عجبكم. هو فيديو خفيف ولطيف وقصير، ولكن حبيت أوضح فيه بعض الرموز القوية لرؤية التمساح في المنام لعدة أشخاص.